مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل حمزة دباح. هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل التجارة العالمية؟ تقرير جديد صادر عن منظمة التجارة العالمية يجيب نعم وبشكل قوي، إلى درجة أن الذكاء الاصطناعي يتجه ليعزز قيمة التجارة العالمية بنسبة ستلامس 40% بحلول 2040. ليس ذلك فقط، يفيد التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يقفز بنحو 12% إلى 13%، وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي سيكون بمثابة رافعة كبرى للتجارة، والفضل يعود لعدة تأثيرات إيجابية، منها دوره في خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية وتسريع التواصل بين الأسواق. والنعمة الكبيرة ستحل على الشركات وخاصة الصغيرة، وذلك بسبب أنها ستستفيد من تقنية الترجمة الفورية، تقليص تكاليف الخدمات اللوجستية والامتثال التنظيمي، وهو ما سيسمح لها بالتوسع نحو الأسواق الخارجية. لكن وسط هذه الإيجابيات تطل محاذير وآثار خطيرة، وهي أن الذكاء الاصطناعي قد يفاقم فجوات التفاوت الاقتصادي ويهدد بإقصاء عن ركب التقدم يطال بعض العمال ودولا بأكملها. إذن ما اللازم؟ سياسات شاملة واستثمارات ذكية واتجاه من صناع القرار لإدارة هذا التحول بعناية وبشكل يعزز التعليم وتطوير المهارات وضمان الحماية الاجتماعية حسب ما دعت إليه منظمة التجارة العالمية. والخلاصة، الذكاء الاصطناعي قادم ليقلب موازين التجارة العالمية، والفائزون هم من يستعدون جيدا.